عبد السلام، خد الموبايل ده كده عشان اتقرفت. انا مهري من الصبح تليفونات، مش عارف مين البروكر ومين العقارات ومين انا في ايه. انت طيب معاك فلوس عشان القصه دي كلها؟ لا بيكلموني ليه؟ انت مش شايف موبايل؟ طب بص خليني اشرح لك كده جاست ان كيس. بص يا سيدي، انت مبدئيا اللي بيكلمك يعرض عليك خدماته ده يا اما صاحب المنتج نفسه او صاحب المشروع نفسه، يا اما بروكر بيسوق للمشروع ده. خليني اقول لك الفرق ببساطه. بص يا سيدي، البروكر ده شغال على مشاريع مصر كلها، هو مش فارق له هو هيبيع لك هنا ولا هيبيع لك هنا، ده البروكر الامين. اما الديفلوبر او السيلز بتاع المشروع نفسه فهو بيبيع لك مشروعه بس. طيب اروح هنا امتى واروح هنا امتى؟ اروح هنا لو انا النهارده بقيت متاكد ان انا هشتري في الكومباوند الفلاني او هشتري في المشروع الفلاني. طيب امتى اكلم بروكر؟ اما انا وانا ماشي في الشارع لقيت كم يوفط في الشارع خزعبلي، بفتح التلفزيون اعلانات في كل حته، تليفونات على كل المشاريع، احترت ما بقتش عارف اشتري هنا ولا احط فلوسي هنا. خليني اقول لك تعمل ايه. البروكر ببساطه مهمته انه يقارن لك ما بين كل المشاريع دي، انه يوضح لك الخطط الاستثماريه اللي جايه من ورا كل مشروع من دول. اما بقى البروكر الشاطر فهو مش بيكون بس بيشتري لك، هو بيكون واحد مهمته ان هو يطلع لك اعلى عائد استثماري من الفلوس بتاعتك. يعني ببساطه شديده تقول له انا معايا كذا وناوي ادفع كذا، وهو مهمته انه يوضح لك افضل طريقه تزود بيها الفلوس بتاعتك. فاظن دلوقتي لو بقى معاك فلوس، فانا شايف ان افضل حاجه انك تكلم بروكر ثقه وحط تحت كلمه ثقه دي 3 خطوط، هو يقدر يقول لك هتبدا منين. اما بقى لو عايز اي استشاره فتقدر تكلمني.